أخواني أخواتي، توجد فرصة أخرى لكي نمسح السيئات بالحسنات مسحا، أرجوك لا تفوتها، سنذكرها الآن. عندما يغتابون شخصا أمامك، هذه تعتبر فرصة لك الآن، فرصة لكي تسقط عنك كل السيئات التي كان من الممكن أن تدخلك النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني دافع عنه، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. بالمناسبة، كلمة كان حقا على الله كلمة عظيمة، كلمة عظيمة أعطاك الله إياها. هل تعرف ماذا يعني كان حقا على الله؟ أي أن الله تعالى ألزم نفسه بأن يعتقك من النار، فلا السيئات تبقى ولا الذنوب ولا شيء. هذه فرصة والله. قل لهم: لو سمحتم، الشخص غير موجود ولا نريد أن نغتابه. لا تقل أنا أخشى أن أدافع عن الذي اغتابوه فيردون علي أو تحدث مشاكل بيني وبينهم. لا لا، أنت لو كنت مكانه لتمنيت أن يدافع عنك أخوك ويرد عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيهما أولى، أن تخسر هؤلاء المغتابين أم أن تخسر عبارة كان حقا على الله أن يعتقه من النار؟ القرار لك.